السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ هبة. اليوم غادي نقدموا ان شاء الله صدر الدجاج بالكريمه في الفران. تنتمنى لوصفاتنا الاعجاب ديالكم. بسم الله نبداو. بالنسبه للمقادير عندنا 3 طروفه ديال صدر ديال الدجاج، عندنا 250 غرام ديال المطيشه الصغيره، عندنا 200 ملل ديال القشطه الطريه، عندنا 100 غرام ديال لافاش كيري داك الجاري، عندنا 2 معالق كبار مخلطين ما بين الحبق والربيع مقردين بحال هكذا، عندنا الفرماج محكوك، الملحه والبزار والزيت. اول حاجه غندير الملحه والبزار في الصدر ديال الدجاج، وغادي نديرو يتقلى شويه ديال الزيت. غادي نديرو دابا شويه ديال الزيت في المقله، نخليوها تسخن شويه. نديرو داك صدر الدجاج يتقلى. من بعد فاش تقلى لنا الدجاج حيدته وجبت كاسرونه صغيره، غادي نخوي فيها داك الكريمه ديالنا، ونزيد عليها داك الفرماج داك لافاش كيري اللي جاري، غادي نزيد عليها داك الربيع والحبق، ندير شويه البزار وشويه الملحه، ونحرك ونخليه يطبخ. فاش طبخات لينا الكريمه ديالنا غادي نطفيو عليها، ودابا غادي نقطعوا المطيشه. غادي نقطع دابا ديك المطيشه اللي عندنا على جوج، المطيشه فاش قطعتها كلها غادي نجيب واحد المول اللي غيدخل ليه الفران، وغادي نحط فيه داك الصدر ديال الدجاج، وغادي نفرق فيه داك المطيشه، غادي نخوي عليه داك الكريمه ديالنا. غادي نجيب داك الفرماج ونديرو فوق الدجاج، وغادي ندخل دابا اللاطه ديالنا للفران 180 درجه لمده نص ساعه هكذاك. نتلاقاو من بعد.
وهذا هو صدر الدجاج ديالنا فاش طاب. وصفه سهله وما تاخذش بزاف ديال الوقت وتجي زوينه ولذيذه. تنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الوصفه القادمه ان شاء الله.